ازيكم عاملين ايه؟ انا هبه ودي قناتي. النهارده مع بعض هنعمل صينيه البطاطس البيوريه الجميله اللي قدامكم دي. ايوه دي صينيه بطاطس، وهنعمل معاها لحمه بالبصل المكرمل بس بطريقه بسيطه جدا وسهله خالص ومش عايزه اي اضافات زياده. ادي اللحمه. والحلو بتاعنا النهارده البودنج شوكولاته اللي قدامكم ده، وهنعمل كمان نوعين سلطه، يعني وجبه متكامله النهارده. اولا هنبدا بالبطاطس البيوريه. كيلو بطاطس قشريه وقطعيه مكعبات بالشكل ده، وحطيه في ميه بارده. دايما لما تسلقي البطاطس حطي لها ميه بارده، ومعلقه صغيره ملح، وغطي بقى وسيبي البطاطس. اللحمه اللي استخدمتها شرايح بالشكل ده، هنتبلها بالملح والفلفل الاسود بس. النهارده اللحمه مش هنضيف لها اي اضافات زياده، ملح وفلفل اسود. الجريل هندهنه سمنه ويسخن قوي قوي معانا، يسخن قوي. بعدين حطي اللحمه بالشكل ده بعد ما تبلناها طبعا بالملح والفلفل الاسود. اللحمه هتاخد صدمه بس وتاخد لون ذهبي حلو كده، وبعدين هنطلعها. ضفت لها بقى وهي بتتحمر كده كام فص توم متقشرين طبعا، وكام ورقه لورا وحبهنتين كده. قلبي بقى اللحمه بالطريقه دي لحد ما تاخد لون حلو كده. طلعيها. وانتي بتطلعيها بقى لو التوم في منه كده اتحروق شيليه، وشيلي ورق اللورة، وشيلي الحبهان علشان هنحط بقى البصل. هنحط البصل مكان اللحمة علشان ياخد من الصوص بتاع اللحمة كده ويبقى طعمه جميل. ونكرمله. البصلاية متقطعة شرايح. شلت بقى اهو التوم اللي اتحروق، وشلت ورق اللورة وكله، وحطيت البصل. البصل بقى هقلبه كده لحد ما يدبل، وحطي معلقتين 3 مية معاه. المية هتخلي الصوص اللي طالع تحتيه كده يطلع، واللون بتاعه كده يكرمل البصل بطريقة حلوة. بعد كده حطينا اللحمة تاني بعد ما البصل دبل وتكرمل، حطيناه وبدأنا نحط لها بقى المية، والمية تكون سخنة، ووطي بقى النار وغطي عليها. البطاطس هنشوفها بالشوكة كده استوت، هننزلها ونصفيها كويس ونحطها في طبق ونبدأ نهرسها بالهراسة. مش هنضيف للبطاطس أي توابل غير ملح وفلفل أسود. هرستها بقى كويس قوي كده، وبعدين ضفت الملح والفلفل الأسود، وهاخد نصها بس هحطه في الصينية من تحت. أما النص التاني هتشوفي هنعمل بيه ايه دلوقتي. نص معلقة صغيرة كده ملح، ونص معلقة صغيرة فلفل أسود، وقلبيهم كويس. وخدي بقى النص زي ما بقولك حطيها في صينية، بس ادهني الصينية سمنة الأول. أنا حطيت معلقة جبنة كريمي مع البطاطس وقلبتها كويس، ودهنت الصينية سمنة أهو، وخدت نص كمية البطاطس سويتها تحت كده بالسباتولا. وبعدين هنحط العصاج بتاعنا ده، عصاج عادي خالص ما فيهوش حاجة غير بصل وتوم. احنا عملناه مع بعض كذا مرة قبل كده. حطيت العصاج اهو بقى، وبعدين نص البطاطس الباقي حطيت عليه معلقة نشا كبيرة، علشان وانا بعمل وردات كده بالقمع تبقى البطاطس متماسكة ويبقى شكلها حلو. بس حطيتها بقى في كيس الحلواني اهو، والكيس طبعا في اخره فيه قمع، وبدأت ازين البطاطس بالشكل ده. شكلها لذيذ قوي قوي، تغيير. بعد ما خلصتها بقى كده بالفرشة وبالسمنة كده بسيطة نقطت عليها كده، وبعدين رشيت عليها رشة زعتر. الزعتر بيدي طعم حلو قوي مع البطاطس. اللحمة بقى بشوفها كل شوية لقيتها المية نشفت ولسه ما استوتش، اديتها برضو كوباية تاني سخنة، كوباية مية سخنة، وغطيتها. قطعت بقى بصلاية حمرا كده ورشيت عليها ملح وفلفل اسود وسماق، بيدي طعم حلو قوي للبصل الاحمر. واخدت زبادي حطيت عليه ملح وفلفل اسود وكمون وعصير نص ليمونة وتومية مفرومة كده، وعملت احلى سلطة زبادي. دي السلطات بتاعتنا النهاردة. بالنسبة بقى للحلو بتاعنا، باكو كريم شانتيه عليه طبعا شوية لبن صغيرين، اللي هو فنجان لبن صغير بس يكون ساقع قوي، واضربيهم بالمضرب كويس قوي، وضيف لهم معلقة كاكاو، كاكاو خام او كاكاو عادي، وحطيت لهم بقى معلقتين قشطة كبار بتاع وش اللبن، وضربتهم بالمضرب كويس قوي، ودخلتهم التلاجة دلوقتي لحد ما اعمل البودنج. شفت بقى اللحمة لقيتها لسه محتاجة مية تاني كده، زودنا اللحمة 3 مرات. بالنسبة للبودنج بتاعنا معلش هو ما تصورش وانا بحط الحاجات على اللبن. ده كيلو لبن كامل الدسم، حطيت عليه 4 معالق سكر ومعلقتين دقيق ومعلقتين نشا، وسبتهم بقى لحد ما يتخن كده ويبقبق عشان يكون الدقيق استوى كويس. ضفت لهم 50 جرام شوكولاتة ساحت بقى من سخونة البودنج، وبدأت غرفته اهو في الكاسات بتاعة التقديم. واخدت بقى الكريم شانتيه اللي كنا عاملينه، وبدأت ازين الكاسات بالشكل ده، ودخليها بقى التلاجة شوية. بودنج تحفة بالطريقة دي. البطاطس دخلتها الفرن 10 دقايق من تحت، و5 دقايق الشواية، وزينتها بالبقدونس،
واللحمة خلاص استوت بعد ما زودناها بقى 3 مرات بالظبط. زينت بقى الطبق بالبقدونس كده، وانا دايما بحب تزيين الاكل بالبقدونس، بيدي لون حلو قوي كده وصحي قوي ان احنا برضو ناكله. ادي السلطات بتاعتنا، وادي البطاطس شكلها تحفة، وادي السلطة، سوري اللحمة. مفيش اي حاجة النهاردة زيادة، لا يعني مش مستخدمين اي حاجة مكلفة، كله بسيط خالص خالص، واكلة لذيذة جدا وجميلة قوي ولازم تعمليها. طعم البطاطس كده بقى تحفة، وكمان شكلها لذيذ قوي، واللحمة بقى مستوية خالص ودايبة، والبودنج بقى ده ما اقولكيش تحفة تحفة تحفة، وبألف هنا. ولازم تجربي أكلتي النهاردة وتقولولي ايه رأيكم، ولو عجبتكم اعملوا لايك وشير واشتراك في القناة بتاعتي، وباي باي.